خۆشەویستان بەڕێزان سڵاوی خواتان لێبێ ئەم کاتە و هەموو کاتێکتان باش دیسان هاتینە لاتان بۆ پێشکەشکردنی بەرنامەی ترافیک. ئەمڕۆ لە قەزای داقووقین. قەزای داقووق بە تایبەت پردی داقووق واتە پردی مەرگ. ئایا ئەم پردە بۆنە ڕووداوی هاتوچۆی لەکەوێتەوە؟ ئێمە ئەمڕۆ هاتوین بۆ ئێرە بۆ ئەوەی زیاتر زانیاری بزانین لەسەر ئەم پردە و ئەم کۆمەڵە خۆڵێکەوە بووەتە هۆی ڕووداوی هاتوچۆ. ئەمڕۆ بەتەکید ئێمە پۆلیسی هاتوچۆ ئیشەکان خۆمان بینیوە بە جوانی ئجراعاتمان کردووە، بەڵام ئایا ئەم پردە ئەمە 3 ساڵە بۆ 3 ساڵ زیاتر ئەڕوا بۆ بەو شێوە حتا ئیسا بە شێوەیەکی زۆر خاو بەڵی ئەڕواتە ڕێوە حتا ئیسا ئەم سایدە چا نەکراوەتەوە. کێ خەتابارە؟ پۆلیسی هاتوچۆ یا تورق و جسوور یا چ لایەنێکی کە خەتاباری ئەم مۆزوعەکەوە ڕۆژانە ڕووداوی هاتوچۆ ڕوو ئەدا خەڵکانێک گیان لە دەسەدا. بینەرمان بن. أحبة المشاهدين، نحن الآن على جسر داقوق. جسر داقوق وما أدراك ما جسر داقوق. الحوادث المرورية، الزخم، أي سيارة تعطل بنص الجسر يصير عندك زخم يحتاج كم هائل من الدوريات وأفراد شرطة المرور والدوريات يلا يفكون الزخم، لأنه الاعتماد كله ربط بين المحافظات الجنوبية والعاصمة بغداد، بين الكركوك والمحافظات الشمالية هو هذا الجسر. والجسر تقريبا حاليا تعبان، مع العلم عنده جسر ثاني الذهاب، هذا الجسر خارج عن الخدمة. فجينا على سيد العميد عميد وليد سامي آمر قاطع داقوق. سيدي المشاكل جاي نلاحظ يعني يوم على يوم جاي تزداد. الحوادث المرورية كلها بشفة، هذا الكتف الترابي بشفة. زين، دوركم شنو انتم كمرور داقوق؟ عجبه المواطن يتساءل يقول دور المرور شنو؟ منو المقصر بهاي الحالة؟ هل انتم المقصرين ام الطرق والجسور ام منو المقصر؟ اريد توضح لي بشكل يعني بشكل تفصيلي. نعم، بداية بسم الله الرحمن الرحيم. اخي انت حاليا جنابك انتم موجودين هاي جسر داقوق. نعم. هسه احنا حاليا كقاطع مرور داقوق سميناه جسر الموت. ليش؟ خصوصا هذا الكتف كتف الموت. نعم. هذا الكتف ياما الناس راحوا بها ضحايا، قائدين مركبات وسالكي الطريق من يجي من المحافظات الجنوبيه من بغداد متجها من بغداد ودياله وصلاح الدين متجه لمحافظه كركوك، يجي هنا يشوف هذا الكتف قبل يصطدم بالكتف ويروح ضحيته. تلقى القائد المركبه او الراكب اللي بصفه، لان تدري سياراتنا حاليا خاصه بالليل واناره ماكو. نعم، والاناره ماكو. هسه يسال المواطن زين يقول لك انت ليش ما تخلي علامه مروريه هنا؟ هو انا اريد اسالك يعني انتم دوركم ليش ما تخلون علامه ولو انتم مهندسه مرور؟ اخي بالنسبه للمشروع شركه الحمرابي هم مسؤولين وضع علامات المروريه. نعم. والناس وضعوا علامات المروريه مرارا وتكرارا. ننصب العلامه التحذيريه فوق الكتف وعلى الشارع العام، نيجي بالليل ثاني يوم نيجي الصبح بالليل يجون السراق يشيلونه، واللي يجون يعني يبقون القطعه يبقون القطعه ويبقون علامات التحذيريه. نعم. بغيه تستفاد من حديد كذا من هالقبيل. نعم. بس احنا نرجع ونقول احنا مو نذب اللوم بانه اللوحه انسرقت او العلامه التحذيريه انشالت. نعم. هذا الجسر صار له اكثر من 3 سنوات، جسر حيوي. هذا جسر يربط كركوك بالمحافظات الجنوبيه بالاقليم. نعم. وكذلك الاقليم بالمحافظات الجنوبيه. نعم. وهذا الشارع يقتاده زوار، عندنا زائرين يجونا. نعم. عندنا الناس يطلعون سفرات للاقليم. نعم. هذا جسر صار له 3 سنوات. هسه بدا شركه الحمرابي مشكورين بتاهيل هذا الجسر. بس هل تقول بالمستوى نسبه الانجاز بالمستوى المطلوب؟ انا اقول لك ما مضبوط. نعم. ما مطلوب. هسه صار لنا اكثر من 6 اشهر وياما ضحايا راحوا بال 20 15 شخص ماتوا بهذا الحادث، واحنا نقول الى متى؟ الى متى الجهات المعنيه بالموضوع؟ احنا خاطبنا مرارا وتكرارا على الجهات ذات العلاقه، يا ناس يا عالم نقذل الارواح، لانه هاي الجسر الموت
سيدي اسال سؤال، انت جاي من بغداد بسرعه، من بصره جاي، من اي محافظه، ما تعرف انه هذا الجسر مقطوع اول مره تجي. طبعا اللي يجي منك يجي بسرعه عاليه. اولا دائره الكهرباء هي معنيه تتحمل جزء من المسؤوليه لان اناره ماكو هنا خلاص. ثانيا حتى لو خلوا العلامه هنا قريبه، يعني شيء يعني مسافه 50 متر، واذا هو يمشي 120 يلحق الزم بريك، المفروض العلامه تكون بعيده اولا. ثانيا هذا الكتف الترابي لازم يسووا له حل. يعني هذا الكتف الترابي مثل ما حضرتك تفضلت يعني تسبب بحوادث مروريه راح بها ضحايا الناس. منو اللي يتحمل المسؤوليه؟ شنو ذنب العالم؟ اخ عقيد عامر للمعلومات، هسه المواطن هم يسال يقول لك ليش ما تخلي لك منتسب بالشارع؟ هذا طريق خارجي، مره من المرات خلينا منتسب ضرب السياره. اي تتعرض حادث. المنتسب للمستشفى، دنيا ظلمه، اناره ماكو، فتحنا دائره الكهرباء قسم شعبه الاناره. هو دوركم انتم فاتحتوه؟ فاتحناهم مرارا وتكرارا، يابا تعالوا سووا لنا الكهرباء فوق الجسر، اقل اناره. ماكو اي جواب من اي جهه. وللمعلومات جسر بممرين، ممر يجي يتوجه من كركوك لبغداد، هسه حاليا دا يعمل بسايدين دا يعمل هذا الممر. هذا الممر هذا عاطل منتهين. دا يتوجه لكركوك من المحافظات الجنوبيه خارج عن الخدمه. والممر حاليا كاميرتك لو يصورونه، الممر اذا يجي من كركوك هسه حاليا راح يخرج من الخدمه. ليش؟ الفواصل بين الجسر اتهالكت. نعم اتهالكت، وعرض الشارع 6 مترات، ذكرناها بالبرنامج السابق. نعم. عرض الشارع 6 مترات، والسيارات الحمل بس العرض ماله يتجاوز اكثر من 2.5 متر. صحيح. والصغيره تتجاوز 2 وشويه، فدا يصير حوادث. يعني تصور البارحه عندنا حادث من الساعه بالوحده ل 8 بالليل. قبل كم يوم صار حادث اكثر من سياره. البارحه كم سياره؟ البارحه سيارتين، نقلنا السيارتين نقلناهم خارج الجسر، واحنا بدنا ننقل السيارة اللي خليناها يجي سياره ثانيه يسوي حادث. نعم. انا اقول لقائد المركب مو ملام، الملام القائمين على هذا المشروع، لانه جسر شارع ضيق. نعم. ويعمل بممرين، ودا اقول لك راح يطلع عن الخدمه، راح يخرج عن الخدمه ممر ثاني. انت رسالتك للمسؤولين، منو اللي يتحمل المسؤوليه؟ طرق والجسور ام دائره المرور ام اي انطيني اسم، يعني سبب شنو يعني؟ تمام هسه انت تقول جاي الشركه جاي تشتغل بس بشكل بطيء، زين شنو ذنب هذا الشخص من يجي يتعرض لحادث مروري يفقد حياته او يفقد احد اطرافه؟ مثلا صار عندكم اتصور ضابط طيار توفى الرجل، طيار عنده بال 25,000 ساعه اخلاع، والدوله تعبان عليه، وتوفى الرجال من وراء هذا الكتف. وقبل يومين 3 منتسب بالشرطه الاتحاديه متوفى، يطلع للواجب بدل ما يروح يؤدي واجبه يتوفى بهذا الجسر. احنا منو اللي يتحمل المسؤوليه؟ منو؟ الناس سيدي من رخصتك، الناس تشوف المرور بالشارع، يعني كل اصابع الاتهام موجهه الى المرور، بينما انا اريد من حضرتك انه المرور ما له ذنب بهذا. انتم كجهه عامر قاطع داقوق ماخذين دوركم بشكل فعال، مشكلين مفارس. انا هسه من جيت شفتك انت كنت ويا الشفرات جاي تنصحهم وتشتغل وياهم، انتم ماخذين دوركم، بس ليش هالبطء هذا؟ اخ عامر، بالنسبه للجهات اللي تتحمل، كل جهات ذات علاقه تتحمل مسؤوليه ارواح المواطن، مو بس الجسر. احنا كمرور بدنا ننظم السير، بدنا نخلي السيارات اللي تحدث حالات الاصطدام. نعم. مرات للمعلومات عقيد عامر، مرات نجيب الكرين على حسابنا الخاص، لان تلقى قائد المركب متوفي الرجال، والزين المواطن دا يتضرر. احنا نقول يتحملها شركه حمراء اللي ينفذون المشروع، ودائره الطرق والجسور، ويتحملون وزاره الاشغال، وزاره الاعمار والاشغال وزارتهم. نعم. يعني ونطلب من سيد المحافظ هم يتابع لنا الموضوع ويا يعني مجلس الوزراء وسيد دولة رئيس الوزراء، يا ريت تنقذ الناس، لانه المشروع دا تمشي بشكل بطيء، والشركه المنفذه مو بالمستوى المطلوب. بارك الله بك. نشكرك شكرا جزيلا. الى اي مسؤول رساله انسانيه، لطفا رجاء، اي شخص مسؤول عنده صله بهذا العمل، يا اخي حاله انسانيه، والله جاي تروح بها ناس ضحايا ابرياء. يعني بالليل يقود المركبه ضوء ماكو، يعني اناره صفر ماكو، ولا عمود حتى ما بي، والشارع مقطوع، الجسر خارج عن الخدمه وبي كتف ترابي. يعني اي واحد يجي يشوف يمشي بسرعه اكثر من 100 ما يلحق، فيتسبب حادث مروري يروح به ضحيه، يا اما يتوفى او يبقى طول حياته معاق.
أحبة الأكارم، طبعا احنا اجينا على استاذ محمد، مهندس محمد، مدير شركه المنفذه لجسر داقوق التابعه لشركه حمورابي. استاذ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. الجسر هذا صار لكم ايش قد قبل كل شيء، صار لكم ايش قد جاي تشتغلون به؟ الجسر المباشره الفعليه ايه؟ للمشروع نهايه الشهر الثالث لسنه 2023. 23 يعني بالضبط خلينا نقول 1/4/2023 بلشتوا بالشغل؟ المباشره الفعليه. نعم. زين ايش قد الفتره لازم تكملونه؟ مده المشروع 300 يوم حسب العقد. نعم. يعني خلينا نقول يعني تقريبا سنه. زين. فاحنا المفروض ان شاء الله نهايه الشهر الثالث نعم. او بدايه الشهر الرابع لهذه السنه يكون نعم. العمل منجز مع او المده الاضافيه اللي هي تقريبا 60 يوم 60. امر الغيار. نعم. استاذ صار لك انت فتره هنا، نعم، وجاي تلاحظ الحوادث المروريه جاي تصير بسبب صحيح. هذا الجسر وبسبب هذا الكتف الترابي. مضبوط. والجسر صاير يسمونه جسر الموت. صحيح. الحوادث المروريه راح بها ضحايا، ناس ابرياء، صحيح. ناس تبترت اطرافهم، ناس صار بهم عوق جسدي الى الابد عايشوا ويا العوق مالته. زين، سؤالي لحضرتك، منو يتحمل مسؤوليه هاي الاضرار البشريه والماديه والمعنويه؟ هسه سايق يجي من بغداد صحيح. الكركوك من غير محافظه، من المحافظات الجنوبيه، اول مره يجي الكركوك ما يندل الطريق، من يجي يتفاجئ بكتف ترابي، علما هو طبعا طريق خارجي يمشي اكثر من 100. زين، الكتف الترابي قبله علامات ماكو، على الكتف علامات ماكو. زين، اناره صفر ماكو. اريد توضحني منو هو الجهه يعني اللي يتحمل المسؤوليه، دوركم شنو؟ سياده العميد، اولا احنا بالنسبه لنا دورنا كشركه، نعم، احنا بالتواصل مع مديريه مرور داقوق وفرنا العلامات المروريه على الجانب الايمن للطريق. نعم، اللي جاي من جهه بغداد. نعم. والعلامات موجوده لحد هاي اللحظه. نعم. واحنا عندنا فريق يشرف على صيانه هاي العلامات بالتواصل مع اداره الطرق والجسر اللي هي نعم. الجهه المستفيده او صاحبه العمل. تمام. اما موضوع ما يتحمل المسؤوليه في الحادث، احنا كشركه جاي نؤدي واجبنا. نعم. موضوع الاناره اللي هذا مختصاصنا، هذا اختصاص دائره الكهرباء. نعم. احنا ما نعرف الموضوع. تمام. دائره الكهرباء توفر اناره للجسر، طبعا اكيد تقل الحوادث. اضافه الى ذلك موضوع الحوادث اللي جاي يصير يتحمل جزء من عندها السائق نفسه، لان اكو تجاوز بالسرعه العاليه. تمام. انا رجل ابات هنا بالموقع، فعلا ابات موقع هنا. تمام. السرعه العاليه تمام. غير معقوله. تمام. تمام. بالنسبه للسيارات الصغيره والكبيره، حتى الاحمال العاليه اكثر من مره يصير عندنا توقف بالجسر، لانه ابو سياره كبيره ممكن يضرب سياره حمل او سياره صغيره، وعندنا طريق بديل نفذناه ايضا بدايه المشروع وموجود ويدري السيد العميد بالموضوع هذا. نعم. احنا كل السبل اللي نقدر ننفذها كشركه حكوميه جاي ننفذها بما نستطيع. نعم. اما انه ممكن يصير حادث، فمو معقوله انا اتحمل حادث كل سياره ممكن ان تسبب. نعم، ممكن قد يكون سبب الكتف، قد يكون سبب علامه بعيده عليها تراب مو واضحه، لكن ايضا اكو جزء اخر يتحمله السائق نفسه. نعم. خلي يتفعل دور الرقابه على السواق، على امكانياتهم، على منح اجازه السوق للسواق. نعم. طبعا اكيد تقل الحوادث. تمام. احنا مع ذلك حضرتك زيارتكم مرحب بها انت سيد العميد. احنا كشركه حكوميه خدمه عامه لكل مواطنينا، مستعدين لاي شيء تكلفونا به. نعم. حددون النقاط اللي تريدوها بارك الله بك. باي مكان، ها طبعا بتوجيه من السيد المدير العام وتوجيه من السيد مدير المشاريع، اي شيء يسهل امر الناس احنا حاضرين. بارك الله. ويدري السيد العميد انه احنا سابقا ثبتنا علامات، ثبتنا عوامل فسفوريه، بس ايضا قاعد تتلف بسبب اللود العالي اللي على الطريق. تمام. الطريق طريق رئيسي، حركه عاليه من الشمال العراق الى الجنوب بالعكس، مرابط بين محافظات. رابط بين محافظات، فاكيد طبعا له عالي. احنا ايش نستطيع احنا حاضرين وياكم، ما عندي اي مشكله، لان ارواح الناس فد شيء عالي جدا. بس حضرتك تطرقت قلت انه يتحمل جزء من المسؤوليه السائق. حضرتك سائق جاي من غير محافظه، اول مره تطب الكركوك. مضبوط. وتفاجأت بهذا الكتف الترابي مسبقا، لا اكو اناره ولا اكو علامه مروريه، تصطدم بها لو لا؟ سياده العميد انا بس جاوبني اي لو لا؟ راح اجاوبك. لو لا؟ اجاوبك جواب مباشر. ايه. انا رجال هسه حين عمري 50 سنه. ايه. انا يعني احترف السياقه او اقول يعني اسوق. نعم. من تقريبا صار يعني من عمر 20 سنه. نعم. انا لو اسوق نعم اقدر اتجاوز مشكله، لان عندي خبره بالحياه، عندي خبره بالسياقه.
اعرف اسوق، اعرف شلون اسوق السرعه، إذا عندي محدد سرعه. تفاجأت بكتف ترابي لا سيادة بعلامات العميد انا مرورية اذا ولا ماشي بإضاءة. ضمن السرعه المحدده اللي هي 120 بالطرق الخارجيه اقدر اوقف، بس اذا انا ماشي 180 اقدر اوقف؟ اكيد لا، وال120 هم ما يقدر يوقف. لا للمعلومات صار عندي حادث، انت سيادة رجال يعني رجل لانه بس من قصتك استاذ، الكتف الترابي والدنيا ليل وظلمه وماكو اناره وماكو علامات مروريه، انت راح تتفاجأ في بعض الاحيان حتى ما تلحق تلزم بريك. هذا منتهي من عنده. طبعا. السائق يتحمل جزء، بس مو كل سائق، يعني انا امشي بطريقي طبعا. امشي 100 120 اتفاجأ بكتف ترابي. ممكن. هسه احنا على الكتف الترابي ما شفنا اي علامه مروريه. سبق وان سيد العميد عميد وليد قال امر قاطع داخلك، يقول اكثر من مره يعني حتى الرجل انصف قال الجماعه الشركه مخلين علامات واحنا همينا نخلي علامات، ثاني يوم نجي نشوفها ما بيوقع. تمام؟ صحيح. زين ما لقيتوا له الحل، صبوها العلامه، الحموها، يعني تدري شلون انا القصد وين؟ الفكره نوصل للخدمه نحل المشكله. احنا هسه هذول الراحوا الله يرحمهم. الله يرحمهم. نعم. الضحايا، بس احنا ما نريد الضحايا تكثر، يعني هذا يعني يعتبر يسموه جسر الموت. صحيح. يعني اي شخص يجي من غير محافظه من مكان بعيد يتسبب حادث، يعني ترى قال اقول لك يا بالقلم العريض انتم هم تتحملون جزء من المسؤوليه امام الله. والله ثق بالله ارواح الناس فد شيء سامي جدا، وثق بالله احنا نتألم لأي مصاب يصيب أي شخص بالطريق العام. احنا والله ثق بالله العلامات مو صبيناها يعني بكل طريقة، لكن تتلف يا اما تسرق او تعاطي التلف. السرعة العالية لأصحاب سيارات الحمل العالي سرعة جنونية. سيارات حديثة يوصل، يعني هل من المعقول انه سائق تريلا يشيل وياه 50 او 60 طن يسوق بسرعة 140؟ يعني مو معقولة. بالعلم بالشيء العلمي. نعم. موضوع الاحمال العاليه تولد قوه رد فعل عاليه. تمام. كل فعل به رد فعل. يعني حتى لو كان هو سيارته حديثه، نظام البريك عنده بها جدا عالي. نعم. لما يكون شايل حمل 40 طن هاي راح تزيد، يعني اذا كانت القوه 100 راح تصير 200. صحيح. مستحيل يصير على الاليه. صحيح. فاني ما اقدر صراحه، انا شنو استطيع اساعد الموضوع، احل المشكله، اقلل انا قدم، لكن انتم شركه منفذه ما قدرتوا من يمكم هسه حضرتك تقول شو تريدون اني اسوي؟ ما قدرتوا من يمكم تنصبون اعمده وقتيه بها اناره لحد ما نخاطب، ولو خاطبنا سيد العميد يقول خاطبت دائره الكهرباء ينصبون اناره، مخاطب الطرق والجسور اكثر من مره. هو بتصور بالتعاون معكم. نعم. انتم مشرفين عليه، يعني يقول كل مره اجيهم الجماعه ما مقصرين، بينما التلكؤ بالعمل والانجاز جدا قليل والحوادث كثرت. استاذ العمل ما متلكئ، اول المشروع قلت لك نسبه الانجاز حاليا 76%، الفعلي المخطط 51%. المشروع ماشي بشكل صحيح، ما عندنا باي مشكله. تنصيب الرواتب يتطلب وقت، اضافه الى انه احنا الوادي جاي نشتغل به وادي بيه سيول. انا اشتغل اليوم اتوقف 10 ايام لانه الارضيه رخوه، لا اقدر اصعد عليها كرين ولا اقدر اصعد. الجيردر وزن الجيردر واحد تقريبا يوصل الى 24 طن، فتخيل الحال. يعني انا مستحيل اقدر اشيل بكرين عادي، يتطلب ارض قويه. انا دافن الوادي يمكن هذا الشهر يمكن مرتين، مكلفني حدود تقريبا 10 ملايين. خلي بس اوفر لي ارض قويه اصعد بها على احنا كمشروع ما مقصرين بشيء، كعلامات مروريه احنا حاضرين، لكن استاذ والله الموضوع يتطلب توعيه مع العلامات المروريه، توعيه عامه خلال الاعلام، الميديا، الملصقات. استاذ العلامات المروريه انتم تتحملون المسؤوليه. لا ماكو مشكله. الشركه المنفذه هسه قانون مرور، اي حادث يصير باي مكان الشركه المنفذه لازم قبل الحادث، قبل لا يصير حادث، مثلا صار حفريات، صار تعمير شارع، جسر، لازم قبل مسافه تامن مسافه طريق، او تامن لك مسافه طريق، او اذا ما امنت مسافه طريق لازم تخلي لك علامات مروريه تحذيريه اكثر من علامه، حتى السائق في بعض الاحيان ما منتبه، ما يشوف العلامه الاولى، الثانيه، الثالثه. كلامك دقيق 100%، ومع ذلك اقول لك اني مستعد هسه حاليا اثبت على مو بس حتى لو حالات اعلانيه توعيه مستعد، ومع ذلك ايضا ما راح تحل المشكله. يعني موضوع السرعه العاليه مهم جدا. طرقت حضرتك على موضوع الاناره، عملت الاناره، انا بس ما اقدر اتصرف كيف هذا الموضوع. عملت الاناره اولا الارض بها كيبل ضوئي، بها كيبل كهرباء، ما اقدر احفر حفره اذا مو بعلم الجهات المعنيه. انا مستعد، عندي اعمده موجوده، انصب اعمده تريد 1 2 3، لكن من يوصل كهرباء؟ ما اقدر اوصل كهرباء، ما عندي الصلاحيه. توصيل الكهرباء
تمديداتها كلها اختصاص الكهرباء. هسه انا من خلال جيتكم هاي اخاطب الجهات المسؤوله، الكهرباء، الطرق والجسور، اي شيء يسهل انا حاضر. احنا كشركه حمراء بتوجيه من سيد المدير العام اي شيء يسهل موضوع المواطنين بالنسبه لهاي العقده، لان هي فعلا عقده، لان عقده تواصل وضيقه يعني وعليها لود عالي، احنا حاضرين. وجهونا باي توجيه، احنا ما عندنا مشكله. نتمنى لكم الموفقيه، نتمنى اذا انتم او احنا نعمل صالح المواطن، يعني هاي ارواحنا. سعيد واكرر. أكيد. شكرا جزيلا، اخذنا من وقتك. شكرا جزيلا استاذ، شكرا. منين جاي؟ من بغداد، ومن عند مريض. ادري هي فلكه، اكو واحد قبل الفلكه يستدار شلون؟ والله ما منتبه. هسه ما يراد. انت منين اهلك؟ وين اهلك؟ بغداد. بغداد. الفلكه قبل الفلكه تستدار، لو الفلكه تفتر يلا يعني ما يراد نروح بس احنا عندنا مريض. حبيبي هسه الدوريات كل احنا واقفين هنا ورحت مخالف، هذا يعتبر رون سايد. هسه هذا السايد اللي انت استداريت به السياره المواجهه منك يستدار يعتبر رون سايد. بس احنا مو شغله تعتذر، هاي مخالفه اخي. يعني الدوريات واقفين كل احنا متخالفه. والله سيدي شوف عندنا مريض خطيه اخي هو ايش قد يطول الوقت؟ تدري ايش قد؟ 5 ثواني عدل. شفتها صغيره سيدي، شفتها صغيره وعبالي منها افتر. عبالي شنو؟ هي فلكه لو حتى لو صغيره فلكه لو لا؟ والله ما عرفت انا اسف. اسحب الاجازه والسنوي من عنده، تاخذوا باجراءات قانونيه. شلونك؟ حياتي. ليش هذا الحزام؟ بالله شنو هذا؟ ليش شاده على الكوشن؟ والله هسه هم مسوينه حتى تشد على الكوشن؟ نزل الجام، نزل خليني احكي وياك. وين الجام نزل الجام. وين اجازتك؟ اعطيني السنويه، اجازتك وين؟ منين جاي انت؟ والله منود دهن من هنا. اي والله انا دهن. ايش قد طالع البواري من سيارتك؟ ايش قد طالع؟ ها؟ ايش قد طالع من السياره؟ مترين؟ زين هاي السياره اللي وراك اذا ما تلاحظه تضربه لو لا؟ لا ما يضرب. اذا انا سايق هسه ما عبالي انت محمل واجي انت طالع من سيارتك اكثر من مترتين. اي بس يشوفوا يعني ما يشوف شنو؟ يشوف الوراي. هاي الحمل مو مال بيك اب، هاي مال سياره كبيره ما يصير يا اخي. صحيح. تمام صحيح. والحزام ما شاده؟ لا شاد. لا ما وين شاده؟ شاده على الكوشن، افتحها. لا شاد وين الحزام؟ وين؟ دقيقه شو على شنو شاده؟ افتح لي اياه. شاده على الكوشن، شو اسوي بالكوشن؟ هو الحزام وين؟ انت غير تشده على جسمك يا اخي. توني نزلته هسه. هذا العزيز مو قلت هسه نزلته. وين نزلته؟ يلا هسه شده. والله شوف شلون تشده. انا شد شلون. يلا هسه تمام. هسه انشد. شلون تقول توني نزل؟ انت هو شاده مثل سواق التاكسي، شاده على الكوشن تقول لي هسه شلون؟ صحيح. لا شلون خليته والله شلون شاد. شلون خليته؟ خليته هسه توني بدل ما تخلي على الكوشن خلي على جسمك. تمام؟ وين سنويه اجازه؟ هاي السياره ما بيها لوحات، مسجله ما مسجله؟ مسجله بس اللوحات وش اسمه طالعين بالبيت. سنويه وين؟ بالبيت. بالبيت؟ اي سنويه بالبيت واللوحات؟ اللوحات همين نفس الشيء. هم بالبيت؟ نفس الحال. يعني انتم السنويه تاخذوها من المرور واللوحات تسوي لها شرشوبه تخليها بالبيت؟ ايش تسوي بالبيت؟ اخي غير اللوحات تثبت على السياره. صح. السنويه اطالب، انا رجل مهندس اطالبك بالسنويه. صحيح. انا اقول لك هاي السياره اصلا ما مسجله ما نفيس. زين شنو هاي الجامه مظلل الجامه؟ ليش؟ هسه لا تقول الدنيا صيف، لا تقول حار، صح. لا يعني ما يصير يا اخي. صحيح. وين اجازتك؟ موجود. هم بالبيت؟ ما شايل كل شيء. كل شيء ما كل شيء شايل. ما شايل. يعني شلون طالع انت؟ ما رايح. هسه اذا انا احجزك وغرمك احد يقول لي ليش؟ لا اجازه، لا سنويه، لا لوحات ومظلل الجامع، يعني بعد شو اسوي؟ حزام ما شاد، شو اسوي لك بعد هذا؟ ما يصير يا اخي، ما يصير يا عيني. انت من اهل داقوق؟ صح. نعم. يعني انت يوميها المخالفه شو ما يصير؟ يعني تطلع بدون لوحات وبدون سنويه؟ لان ما رايح مكان بعيد. هسه انت مو بالشارع؟ لا صحيح. وين دز لي واحد خليه يصعد وياه للحجز. وين سنويتك؟ وين اجازه؟ شنو هاي الجنسيه؟ شو اسوي بالجنسيه يعني؟ شو اسمه يم اخويا. يم اخوك؟ شنو يم اخوك؟ الاجازه؟ الاجازه والسنويه مخلي شو اسمه بالجراج هذا السياره ومخليها بالجزدان كله. اي وهسه باقي بالبيت. هسه انت طلعت سياره لا بيها سنويه ولا انت عندك اجازه تسوق؟ عندي بس يمها باقي. يم اخوك؟ اي والله باقي. شو يسوي اجازه يم اخوك؟ هسه اجازه مو تعود لك انا اتعجب، بس انا اجازتي مالتي، ليش انطي لاخويا؟
هسه السنويه بيها بابو جوب بالسياره اي ومخليها بالجراج إيه؟ ومطلع كلها. شو يسوي باخوك بالاجازه؟ قنعني بس فهمني شو يسوي اخوك باجازتك؟ يسوق بداله؟ تعرف تركماني؟ احكي التركمان زي سلاش orada koyup garaja özün. ايه İcazaydan sanırım ya hapsını koyup cüzdana. إيه. Yanına çıkıp burada koysun yani. Indi evde adı. Ben Bilmem, gelen benzin almalı. anlama hani kardeşu icazavı ne istifade ederiz? Sayarı süre icazavdan? Anlarım seni. Yani diyorum orada koyup şey özün garaja sayranı. بس بلداقي بس قوي بلوسن Vallahi إيه belada. بس كودا سن مخالف سن نق السنوية قادر سنة إجازة فعليه سن سيروح حد زوله خلي واحد يصعد وياه توجهه بيه للحجز إجازة السوق ما عنده هاني إجازة والله جازم وقتي يو ذا هاي وخوذه يو ذا سلام قالب حياك الله يا مرحبا يو هي شيء إجازة يو وقته يو ذا قالب بنزل خاستعمل زور بلن بردقة إني سيرسو سمنا بلن ها إجازة وريان يو وارم ديو ذا قالب يودن يدري إجازة وني يدري بس بخرس قاتلان شيء يخول نص حياتهم قصر دي كده مساعد سن بس يا مزقال كده سن مسافرة برسان خستوا باجم برسان دو. ايه قاعدوا برسان جلسان اجازة وقعت لسان هذا دراجة مسجلة؟ وين السنوية اوراق لا السنوية وين؟ بالبيت موجود سنويته؟ وين السنوية؟ اللوحات وين؟ هم بالبيت؟ موجود لا السنوية وين؟ السنوية ما موجود يعني ما مسوي له سنوية؟ لا ما توجد لا زين شلون تفتر بيها؟ ما تعرف ممنوع؟ دوام دايما ما تعرف ممنوع؟ بيلي ممنوع بس لا عاد شلون يصير يا اخي؟ سيد العميد سيدي مرخص لك دقيقة بقى الدراجة ما مسجلة يقول بيها أوراق بس ما مسجلة ما بيها سنوية وفق التعليمات هاي ما تنحجز؟ احنا بالنسبه للسيارات الدراجات اللي ما تحمل وثيقه تسجيل لوحه تنحجز خلاص. تنحجز يقول أدري بيه مخالف بس يعني جاي يفتر يقول جاي من الدوام قلت له يعني مو عذر تدري مو بعد مو عذر. عذر يعني تنحجز- إجراءاتكم القانونية تنحجز هسه؟ الدراجه وتسلم الى مركز الشرطه. نعم بارك الله إذا وقف يمه وقف هناك أما طرته مال كراوة بله بين السنوية كم دليل أو تابلو كدانا ورقمك هي من دليل السنوية كا باش طاو بلان تو شيء كتير بله خذتها يا بله هيما ليش شو خذك والله لا مال لم بوتشي داتنا ايكي تشرشو بو جام ناو جام خانه داني شلون شي لا بيكي والله خوي بيو سبيكي اذا باشا بوتشي داتنا ولا مال بالكم بو اوبرا بارت بخذك داوا بو الى مالو دايني لا والله جانا كان بيك سرد بو وي بو خوانا خواسه توشي هر شرو داويشي هاتو تشوبي او خذيا يعني كشكت بو او لباتيوا خوانا خواسه سرت لو الشخصيه بدا لو رصيفه بدا او خذيا اتباريزي بس ارجع ان شاء الله وايا والله هو سنويك بو جاريكا كسارية أبي بكي خذي أبي خوت آمادة بكي بور جادة وريوبان بتايبت أمرو بارانة خوت زاني جادة واي. خليسكا وايا واي. دبرو تمندريش الأم كاتت باش أم فرديت شي داتنا والله يا سيدي أخن تذكر المسيرة إيه كان هيك كريتا ما هيك ها دماء دوما تازية والله سيدي يا خوي أو فرديت داقردني كان يشيوي كان شركيوي خسيدي بيك خلق دانا بزيه والله. بابا بيانش خلق بباوكم أماني تنيشت هرچن دينت نكردو بلان فرديت يايا شتو فرديت دانا باش بو خسيدي صار أنا كتب سر شوا والله بو. سيدي صنع بدو تكلفة ولا باري من التويك راسي أما سر بيتشي زاني أنا أزام شنو ولا أزام سزاقي 50,000 دينارة أو فردية 200,000 دينارة باش بو سر بيتشي كيكا ستو فردكت فينا بوايا من محاسبة مناك نمزاني صار أنا كتب سر شو ياخذنا بلام لبل فردكت راتم قرب سدو سر بيتشي تيتو خسيدي مش نقوم هم سنة شيناك مش خون دوام أي ستو لجادة يانا والله هذا ودا بالشارع اللي يكره ستو لشو لجادة يانا ولا جادة كان لجادة بي أبي بابا بي وايا واي سيدي دا بدو فردين بوبكرو سيرك له بيش الراقدة انطني السنوية سنوية. إجازتك أنت إجازتك السائق انطني الإجازة مثلا لا الإجازة والسنوية وينها؟ السنوية من الأخ السنوية يمه؟ نعم ليش مخلين فردات؟ سيد العزيز هي ماكو قردان هسه واحد من عندكم يحكي اثنيناتكم تحكوا اي يلا احكي انت صاحب السيارة إيه لا تمام. احمد صاحب السياره اشتريت اذا خليه هو يحكي خليه يحكي لنا احكي لنا احمد ليش مخلي سيد فردات؟ العزيز هاي مو فردات هاي بلادي بلادي تمام شوف عليها. دوس الدقمة هاي بلادي وعندي مات عاطلة زين ليش ما تعطل من هي ونازلة؟ ليش والله هي عاطلة بلادي خل اخدمك يا احمد دقيقة يا اخوي دقيقة يا صديقي نعم. ليش ما تعطل هي ونازلة دوم شكو سيارة تلقاها الدقمة مالت الفردة عاطلة هي وصاعدة يا اخي خل تعطل وهي ونازلة انزلها صارت حسرة بقلبي انت يعني بس انت بس كلها انتبه لي على العقد شوف شو وقت ما ماخذه ادري بها لا تصدق معها انتبه لي على العقد هذا ايه اول البارحه مشتريها ايه
وهاي الدقمه انا ما ادري بألا خابرته قال الدقمه مالته عاطله وانتبه لي على لا صار لك 5 ايام مشتريها الزم. صار لك 5 ايام مشتريها. على كل انت هسه وفق القانون مخالف. نعم. والمخالف يتحمل مسؤوليه المخالفه مالته. نعم. الغرامه مالته تدري ايش قد؟ 200,000 دينار. على شنو انت تدفع 200,000 دينار؟ والله سيدي العزيز هسه لو طبق القانون تخسر شيء؟ هسه لو هذا يم الكهربائي تنزل البرده مالته تخسر شيء؟ لا. تمام؟ هسه عرض نفسك للمساءله القانونيه. ليش؟ اطبق سيارتك قدام. نيش برده خوي بسان؟ ما خوي ما همشي ما فرزاني قردو واشتو. يوخ سؤال سولف بس خدمتي عندنا سنه بيرن ما لازم اول شيء حمايه تمام. مخالفه قبل تمر رحمة الله. والمز ما بس عندي ويمز ما امشي. تمام صير ودا فرده واردين يوم. وارد وشغله خوي بلا رزم والله العظيم. الله والله العظيم شغله خوي. وشيخنا بيلي برده نتشي عشان دادو شاغو بلا خوي. والله يا التده. التي عشان اذا بيلي برده كويسن. والله رحمة الله. يا اخي برده بلادتي باك. يا بلادي والسنه هذا. نجي التي عشان اذا بيلي برده كويسن. يا التي عشان ذا. با. التي متوسط هذا. التي متوسط وش اخته؟ اي والله انا متوسط انا على طول ايش متوسط التي علمي. التي علمي يعني. اي وش اخته رحمة الله. والله بصير سلم اجازات يوخته. اجازات يوخ سير ده سر. يو سر ما صير يا خادغنا ما ندومنا قال ما باقي الله وكل بابا بس ليش قرضاش هو سن مخالف سن. بالك. تمام؟ بالك. وابو مخالفه ده بس ياما تلفزيون ده اعلم ده ديدق بابا برده قويبون وفق القانون قانون المرور دري بمخالفه صريحه هذا عليه غرامه 200 دينار مع صير ده حبزوله بس بما انه سن متعمد دايكشن اغلو كويس بس ما يجي غراماني دق ساوش لانه يورق سنه مفرزه يورق سنه تمام حياتهم اولماس ما مفرزاني ولا اندردموس بيلا مفرزاني يوردو اندردو صير اورده درود زحمه الماسن خۆشەویستان بەڕێزان لە قەزای داقووقەوە هیوادارم هەموو بەرپرسێکی ئەم شارە ئیش بکەن لەسەر ئەو پردە بۆ ئەوەی زووترین کات ئەو پردە چاک بگرێتەوە لەبەرەوەی ئەو خەڵکانێکەوە لەو ڕێیە هاتوچۆکەن تووشی زەرمەت نەبن. دەستخۆشی لە پۆلیسی هاتوچۆکەم لە قەزای داقووق هیوادارم تەمەند درێژ بن هەروەها هیوادارم هەموو خەڵکی شاری داقووق پابەت بن بە یاسا و ڕێنمایەکانی هاتوچۆ دوورکەونەوە لە سەرپێچی بۆ ئەوەی دوورکەونەوە لە ئیجراعاتی یاسایی. لێرەدا دێنە کۆتایی بەرنامەی ئەمڕۆمان تا دیدارێکی تر بەخواتان دەسپێرم. خواتان لەگەڵ.